الدراسة في كرواتيا هتوفر لك التأشيرة والإقامة والعمل، وتعتبر الدراسة في كرواتيا من أسهل وأرخص الطرق اللي هتساعدك في دخول البلد بطريقة قانونية. وتعتبر تكلفة الدراسة في كرواتيا رخيصة لو قارناها بأي دولة أوروبية تانية، والشروط بتاعها تعتبر أسهل من أي دولة يا جماعة لو أنت حابب تكمل دراسة هناك في قلب أوروبا. النهاردة هنتعرف على شروط الدراسة في قلب كرواتيا، وهنتكلم عن تكلفتها والحياة في قلب كرواتيا. بس الأول لو أنت أول مرة تشوفنا يا ريت ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. مساء الخير يا شباب، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنتعرف على طريقة جديدة لتأشيرة كرواتيا، يمكن تكلفتها أرخص من تكلفة التأشيرة العادية وإجراءاتها سهلة، والميزة برضو إنها توفر لي الإقامة والتأشيرة والعمل هناك. يعني مش محتاج إن أنت تعدل أي وضع، على عكس التأشيرة السياحية لازم تعدل وضعك هناك إن أنت تلاقي عمل وتعمل إقامة. أما تأشيرة الدراسة هتديك الإقامة في نفس الوقت، وهتسمح لك برضو بالعمل في قلب البلد، وبرضو تقدر تتنقل بيها ما بين الدول الأوروبية بسهولة زيها زي أي تأشيرة شنجن، لأن زي ما احنا عارفين إن كرواتيا دولة من دول الشنجن، وأي تأشيرة من كرواتيا سواء كانت سياحة أو دراسة أو أي نوع من التأشيرات طالما أنت داخل كرواتيا تقدر تتنقل بيها عادي ما بين الدول الأوروبية التانية. تعالوا نعرف بقى شروط التأشيرة ديت وازاي نقدم عليها. بتوفر لك كرواتيا تأشيرة دراسية لأي حد سواء حابب انه يكمل بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه. احنا النهارده هنتكلم عن البكالوريوس والماجستير عشان تعتبر اسهل الاوراق. يعني لو انت حابب تكمل دراستك هناك ان انت تاخد بكالوريوس او ماجستير من الجامعات الكرواتية، بالنسبة للبكالوريوس هتطلب منك شهادة ثانوية بمعدل 70%، يعني يكون جايب مجموع اخر سنة 70%، ويكون معاك شهادة لغة إنجليزية سواء كانت تويفل أو آيلتس. لازم برضو تكون جايب قبول من جامعة كرواتية، وده هنعرفه بالتفصيل لأن القبول بيعتمد على المصاريف والانترفيو مع الجامعة اللي انت مقدم عليها. بعد ما تاخد طبعا قبول جامعي من الجامعة اللي انت مقدم عليها بتقدم طلب اللجوء ده في قلب السفارة الكرواتية. أما لو انت حابب تكمل ماجستير هناك فانت هتطلب منك شوية أوراق برضو. اولها ان انت يكون معاك شهادة جامعية في نفس التخصص اللي انت حابب تكمل فيه. تاني حاجة برضو عشان هتكمل الدراسة باللغة الانجليزية هناك فانت هتطلب منك شهادة تويفل او شهادة ايلتس. بعد كده برضو اختبار القبول اللي احنا اتكلمنا عنه تجيبه من الجامعة. بعد كده طلب منك خطاب توصية وده بتعمله عادي من الجامعة. بعد كده رسالة دفع انت بتعملها بنفسك بتوضح فيها السبب اللي خلاك حابب ان انت تقدم طبعا في قلب الجامعات بتاع كرواتيا. بعد القبول ده طبعا بتقدم طلب القبول بتاعك في قلب السفارة الكرواتية. يعني الماجستير والبكالوريوس تعتبر الشروط قريبة من بعضها. بالنسبة بقى للسن مفيش سن محدد، بس الأغلب لو أنت حابب تقدم على البكالوريوس إن يكون تخرجك يعني ما عداش على الشهادة بتاعتك 3 سنوات. ده برضو بالنسبة للماجستير يا جماعة. تعالوا نتكلم بقى على تكاليف الدراسة في قلب كرواتيا. تكاليف الدراسة في قلب كرواتيا تعتبر مش عالية طبعا ما عدا البرامج الطبية أو الهندسية. سواء بقى إن أنت حابب تدرس مواد بقى تانية فأنت بتبص لتكاليف الدراسة زي المواد اللي هي الطبيعية والعلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال والسياحة. التكلفة بتاعتها بتعتبر بسيطة، يعني ممكن إن أنت تقدر تاخد تأشيرة كرواتيا الدراسية ب$1000. يعني إيه ب$1000؟ يعني ممكن إن أنت لما تيجي تقدم على تخصص أدبي سواء التخصصات اللي إحنا اتكلمنا عنها ممكن تكلفة تتراوح ما بين 1000 ل $2500 أمريكي. وأنا إن شاء الله هسيب لكم روابط أهم الجامعات وأرخصها في قلب كرواتيا في قلب صندوق الوصف للناس اللي هي حابة أن تتواصل معاهم وتتأكد طبعا من تكلفة الدراسة هناك. تعالوا نعرف الحياة بالكرواتيا كده نبذة بسيطة عن الحياة في قلب البلد هناك وتكلفة المعيشة والإيجار ومصاريفك الشخصية. هنبص لها بمنظور عام كده. الأول أول حاجة التكلفة هناك عشان نبقى الناس تبقى واخدة بالها قبل ما تقدم أوراقها وتبقى عاملة لنفسها دراسة جدوى. الإيجار ممكن يتراوح في قلب كرواتيا خصوصا في العاصمة زغرب، يعني دي يمكن أغلى حاجة. الاستوديو هناك يكون ما بين 400 ل 500 يورو شهريا، وده لو انت هتسكن لوحدك. اما لو انت هتسكن طبعا مع اصحابك او هتشارك الاستوديو مع 3 أو 4 هتلاقي طبعا تكلفة السكن بالنسبة لك بسيطة. بالنسبة بقى المناطق التانية اللي هي طبعا غير زغرب بقى غير العاصمة ممكن تكلفة الإيجار ما يكلفكش طبعا في حدود بتاع 200 أو 300 يورو، ولو قسمناهم على 3 أو 4 هتلاقي الإيجار بالنسبة لك بسيط.
بالنسبة لأكلك لوحدك خلال شهر بالظبط ممكن يكلفك 100 يورو. أما لو أنت طبعا هتاكل في ميز، والميز ديت يعني إن أنتوا بتاكلوا الشركة مع بعض، وده اللي هيعرفه طبعا الناس اللي سافرت قبل كده، 4 بياكلوا مع بعض طبعا بيشاركوا في مسألة الأكل، هيكلفك 100 يورو. لو توزعوا ال 100 يورو طبعا على الأربعة أو التلاتة هتلاقي برضه مسألة تكلفة الأكل هناك تعتبر مش غالية. المواصلات شهريا هتكلف منك مسألة تنقلات بالظبط ما بين 30 ل 40 يورو. الكلام اللي احنا بنتكلم عنه ده يا جماعة مسألة نسبية بالنسبة للناس اللي عاشت هناك، هتوضح لك النقطة دي. متوسط الراتب برضه عشان الناس تبقى فاهمة، هناك لو انت حابب تشتغل بيتراوح ما بين 600 ل 800 يورو في الشهر برضه يا جماعة. يعني باختصار الحياة تعتبر في كرواتيا خاصة بخصوصا براتب اللي احنا اتكلمنا عنه مناسبة، يعني 600 ل 800 هتدفع منهم بتاع 200 او 300 مصاريفك الشخصية هناك وهتوفر منها، تعتبر حلو. ودي تكلفة المعيشة هناك في قلب البلد. نخش بقى نكمل موضوعنا خاص بالدراسة هناك يا جماعة. القبول الجامعي، ازاي ان انت تقدر طبعا تجيب قبول جامعي، وانت بعد ما تاخد القبول الجامعي ازاي هتقدم على التأشيرة. تقدم طبعا على الموقع اللي احنا اتكلمنا عنه اللي هو السنتر اونلاين ابلكيشن سيستم، بالخاص طبعا الناس اللي هي حابة انها تكمل دراسة بكالوريوس هناك في قلب البلد، وبتاخد طبعا قبول، بتقدم على 10 برامج. لو جالك طبعا قبول في اي برنامج انت اخترتهم، بتبدأ طبعا تجهز الاوراق اللي احنا هنتكلم عنها زي حساب بنكي، جواز سفر، وصورة شخصية، وطبعا القبول ده بتطلع على السفارة الكرواتية او مكتب VFS جلوبال عادي حسب ما السفارة هتوجهك وتخلص اجراءات التأشيرة. بالنسبة للماجستير انت بتقدم دايركت للجامعة، يعني بتتواصل مع الجامعة مباشرة. ليه بقى؟ لان ديت منك للجامعة. اما التاني انت بتختار 10 برامج، والبرنامج اللي انت بتتقبل فيه بتخلص فيه اوراقك وتخلص مسألة القبول. برضو بيطلب منك صورة شخصية وحساب بنكي وجواز السفر. طبعا بعد ما تقدم الاوراق دي في السفاره او مكتب VFS جلوبال بتستنى الرد بعد 30 يوم بالظبط، يعني بتقعد لك شهر. تمن التأشيرة ممكن يكون في حدود 80 يورو برضو، عشان الناس اللي هتبدأ تسألنا هتبقى في حدود كام، هي ممكن تتحدد لها بالظبط 80 يورو. ببساطة كده تأشيرة كرواتيا الدراسية بتعتمد معاك على القبول جامعي أو خطاب القبول من الجامعة ودفع المصاريف. بقية الأوراق تعتبر سهلة لما تيجي تجهزها. لو انت بقى اخترت برنامج دراسي سهل وغير مكلف فانت هتلاقي نفسك وفرت كتير. ازاي وفرت كتير؟ لانك لو بصيت بالنسبة للتأشيرات التانية هيطلب منك تذاكر طيران، هيطلب منك طبعا حجز فندقي، هيطلب منك اوراق تانية. اما بالنسبة الدراسة هناك هتوفر لك مسألة الاقامة، هتوفر لك الكلام ده، هي معتمدة معاك على حسابك البنكي اللي طبعا هيوفر لك النقطة ديت. طبعا حسابك البنكي هيغطي مصاريفك هناك ولا لا. ممكن انت لو ما معكش حساب بنكي يغطي مصاريف هناك، ممكن ان انت تجيب مثلا فلوس مش شرط عليه حركة وتثبت لهم ان انت حسابك البنكي فيه مبلغ معين، المبلغ ده فعلا هيكفي مصاريف دراستك هناك. بالنسبة للروابط يا جماعة انا بسيب لكم كافة الروابط اللي انت تقدر تقدم عليها للناس اللي حابة تقدم عليها بكالوريوس في قلب طبعا صندوق الوصف، روابط ارخص الجامعات برضه، وتقدر تختار ال10 برامج من خلال الموقع ده اللي هو موقع السنتر اونلاين ابلكيشن سيستم. وبرضه لو انت حابب تقدم ماجستير هسيب لكم ارخص الجامعات اللي انت تقدر تتواصل مع. متوسط دراسة في قلب كرواتيا بتروح ما بين 1000 ل 2500 دولار. دي بالنسبة للعلوم اللي هي الطبيعية الاجتماعية، المواد الأدبية، السياحة، إدارة الأعمال. أما بالنسبة للطب فمن 4000 ل 6000 دولار بقى. عشان كده ما رضيتش اتكلم عن الطب، يعني خدته بإجازة كده بسيطة لأنه مكلف شوية. ودي طبعا كل حاجة باختصار عن تأشيرة كرواتيا الدراسية. الناس اللي سألتني عن الدراسة في كرواتيا، ودي أسهل طريقة ليك حاليا برضه، ومن الطرق السهلة ليك هتديك الإقامة، هتديك الدراسة، تقدر تتنقل في قلب البلد وأي دولة أوروبية تقدر تشتغل. وبس كده يا جماعة، وبالتوفيق للجميع بإذن الله. ولو في أي استفسار يا ريت تنسبونا في قلب التعليقات، وأنا في أقرب فرصة هرد عليكم. وشكرا لكم وبس كده.